هاد البسطيله د الحوت بحال ديال المحلات تماما، ما تشبعيش منها، وكلشي الناس غادي يشكروك عليها، واجي تشوفي بعينيك. كناخد اناء كندير قزبر والمعدنوس وعصير حامضه وصوص السوجه، ومع هاد الصلصه ديال الحوت كتجي رائعه. هاد الماركه هادي كتجي حلوه وكتعطي واحد المذاق رائع، مع حامضه مصيره وشويه ديال الطماطم المركزه، شويه ديال الهريسه وشويه ديال العطريه التحميره، الخرقوم، البزار، القزبر يابس، الثومه بودره، والزيت البلديه. انا كنخلطها مزيان بالزيت البلديه، ما كنزيدش الزيت الاخرى. بغيتو تخلطوا مع الزيت لو سور تخلطوا معاه. هنا كناخذ مقيله تندير فيها شويه ديال الزبده، كنشحر هذوك لي فخوي دماغ اللي عندي، كنزيد عليهم شويه ديال الثومه وشويه ديال البزار شويه ديال المليحه، نشحروا مزيان واحد شويه، واحد 5 ديال الدقائق ما كاملاش. كناخذ نفس المقيله تندير شويه ديال الزبده، كندير الكالامار كنزيد له حتى هو الثومه البزار الملحه وكنشحرهم مزيان. هنا الشعريه الصينيه كنضيف فيها واحد الكنور ديال الحوت، وكنكب عليها الماء ونخليها طيب فيه ترقد فيه. هنا كناخذ الكروفيت حتى هو في نفس المقيله، الزبده الثومه البزار الملحه، واللي صاوبته كنحطو في ديك الطاوه، كنشفو ونحطو في ديك الطاوه. هنا عندي الحوت فيلي حتى هو نفس المشكل، نفس المشكل نفس الحاجه، البزار الثومه الملحه، غير شحرتهم وطابوا مزيان صافي، درتهم في الطاوه مع خوتهم. من بعد زدت هذيك لاصوص اللي قاديت صاوبت بها، درت فيها شويه ديال شويه في الكروفيت شويه في الكالامار شويه في هذا الحوت، المهم كلشي حطيت فيها شويه وخليت عاوتاني دو كوتي في الجنب، خليت شويه ديال لاصوص. من بعد هنايا من بعد ما صفيت هاد الشعريه الصينيه وقطعتها مزيان، زدت فيها داك لاصوص اللي قلت لكم خليت في الجنب، وخلطتها مزيان وزدت عليها الحوت كله الا هذاك الحوت اللي الفيلي ما كنضيفوش دابا حتى الاخر حيت غادي يخسر لينا وغادي يضيع. هنا صافي الزبده دوبتها مزيان، غليتها مزيان حتى نشفت من الماء، وشديت هنا هذا باش غادي ندور به البسطيله. وهنا عندي الورقه باش غنخدم، صافي كندهن مزيان الورقه بالزبده، وضروري دهنوها بالزبده باش تعطينا تحمر وتقرمل في الفران. هنا كنضيف ديك الحشوه، وعاد كنضيف هنايا داك الحوت فيلي، كنبقى نفرتو بيدي بحال هكا شويه صافي باش كيجي من الفوق، باش فاش كتكونوا كتاكلوا كيجي باين. صافي هنا كنلويها على شكل ورده، وغادي نزيد عليها ورقه واحده اخرى. كل بسطيله تندير فيها 2 تاع الوريقات، غنزيد ورقه اخرى حتى هي غندهنها، وغادي ندير نفس الشكل، غادي ندوي عليها من الجانب الاخر. ديما فاش كنحطها في الجهه الاخرى ايوا صافي، وغادي نجمعها على شكل وريضه. انا ما غندير لا دقيق لا بيض لا والو، كتجمع لي غير بالزبده، وبغيتو تخلطوا مع الزبده الزيت تخلطوا مع الزيت وصافي. وهكا كتحطوها كتبقى كيما هي. تقدروا ديروها في المجمد ما كيطرى ليها حتى شي حاجه، من كتجبدوها كما هي كما كتشوفوا. هادو هما البسطيلات اللي صاوبت كلهم. انا غادي نديرهم في المجمد كاملين باش نبقى نجبد بالحبه. جمعتهم في هاد العلبه هادي صافي، وغادي نحشيهم هكا في المجمد. فاش نبغيها غادي نجبدها ونحشيها في الفران. ايوا بالصحه والراحه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو. شكرا.